النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البتنجان المسلوق المخلل. هنعمله بطريقة المطاعم، طريقة سهلة وبسيطة ونتيجتها طعم ولون وريحة تفتح النفس. هقولك سر مية الدقة اللي بتخلي لون البتنجان بنفسجي وزي اللي بتشتريه من بره بالظبط. وكمان لو انت حابة تستغلي موسم البتنجان وتخليه وتحتفظي بيه مدة طويلة، هقولك ازاي تقدري تخلي أي كمية بتنجان انت عايزاها وتحفظيها أطول مدة. تابع الفيديو معايا للآخر وخلي البتنجان المخلل من ضمن تحضيرات رمضان. ولو أول مرة تشوفيني يسعدني جدا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كيلو من بدنجان العروس، مشكلاه وجايبه نص مخدد ونص بدنجان اسمر. الاتنين حلوين قوي وبيدوا بعد السلقه نتيجه واحده. وانت بتجيبيه هات البدنجان الصابح، بلاش تجيب البدنجان البايت. ازاي بنعرف ان البدنجان اللي معانا ده صابح؟ بنلاقي البتنجان بيلمع، كمان بنلاقي العنقود اللي عليه اخضر وزاهي. وكمان بلاش نجيب البتنجان الجامد، يعني لما نيجي نضغط على البتنجان كده بصباعنا ونلاقيه ناشف تحت ايدينا بلاش نجيبه. البتنجان ده بيبقى مبذر من جوه وبيبقى حراق وطعمه مش حلو في الاكل. تجيب البتنجان الصابح اللي تضغط عليه بايديك كده تلاقيه طري ولين تحت ايديك. ده غير طبعا ان البتنجان التخيل ده بيبقى اصغر بتنجان علشان ما يشربش منك ميه، يبقى فيه عضة حلو كده في الاكل. وعلشان كمان لو خليت كميه كبيره تعيش معاك وتفضل زي ما هي من غير ما يطرى وينعم ويشرب منك ميه او ينهري. ودلوقتي بقى من غير ما استعمل سكينه، بايديا كده وبشيل عنقودنا على البتنجان. هو مش محتاج سكينه وبيطلع بكل سهوله. وكمان احنا مش هنستعمل السكينه عشان احنا مش عايزين نجرح البتنجان، ومش هنشيل الجزء اللي تحت العنقود. احنا عايزين البتنجان مقفول زي ما هو علشان ما يشربش من ميه السليق. باخده على الحوض وبغسله غسله كويسه علشان اتخلص من الاتربه الموجوده عليه. وزي ما انتم شايفين البتنجان كله حجم واحد، ولو في اصغر من كده كمان في السوق هاتوا، هيبقى احلى واجمل في التخليل. ودلوقتي هحط على البتنجان ميه علشان اسلقه، وهخلي الميه تغطي البتنجان كله، يعني مش هخلي فيه بتنجان مش طايله ميه. هضيف عليه معلقه صغيره مليانه ملح، ومش هنضيف ميه السليق حاجه اكتر من كده، يعني ميه وملح بس. وعلشان اتاكد ان البتنجان كله طايله ميه بجيب طبق كده وبحطه فوق البتنجان وبضغط عليه، وبوضع على البوتاجاز وبشغل عليه النار وبسيبه على نار متوسطه لحد الميه ما تغلي. وعلى البتنجان ما ينسلق هنحضر الخلطه اللي هنعمل بيها دقه البتنجان. معايا ربع كيلو من الفلفل، فلفل اخضر واحمر، وكمان كام قرن كده من الشطه الحاميه للناس اللي تحب الحاجه السبايسي. وممكن تستغني عن الشطه خالص لو مش حابه تضيفيها. انا هاخد قرن شطه واحد بس علشان لسه هضيف هرسه شطه، وهرسه الشطه اللي عندي حاميه جدا. كمان هنحتاج معلقه كبيره من الثوم، ولو التوم اللي عندك مش مفروم هتستخدمي راس توم صغيره. هنضف الفلفل اللي معايا واحطه في الكبه علشان افرمه. وزي ما قلت لكم انا معايا كيلو من البتنجان عليه ربع كيلو فلفل، وكميه الفلفل دي ما كانتش كتير خالص. بضيف على الفلفل معلقه كبيره مليانه من الثوم، او زي ما قلت لكم راس توم. تمام. هشغل الكبه وهفرم الفلفل والثوم فرم ناعم. وبلاش تستغنوا عن الفلفل الاخضر، بيبقى ريحته مع الثوم حلوه قوي. وبعد ما فرمت الثوم والفلفل في طبق وهفضيه. انا عندي فلفل وثوم مفرومين من ايام ما كنا بنفرز الثوم مع بعض، بس حبيت اعمل معاكم الوصفه كامله علشان تبقى واضحه لكم اكتر. ودلوقتي بقى معايا 5 ليمونات كبار، هجيبهم كده وهاخد منهم واحده بس وهضيفها على الدقه اللي بحضرها. وخلي بالكم ان اضافه الليمون مهمه جدا علشان الليمون هو اللي بيدي اللون البنفسجي الجميل للبتنجان بعد التخليل. ده غير انه بيحفظ المخلل وبيديله طعم حلو. وبعد ما اضيف ليمونه واحده على الثوم والفلفل المفروم، هضيف كمان معلقه كبيره مليانه خل. هضيف كمان نص معلقه كبيره ملح. وهضيف كمان معلقتين كبار مليانين من هرسه الشطه. وهرسه الشطه هنا يا جماعه اضافتها مهمه جدا علشان هي اللي تدي الميه الدقه اللون الاحمر الجميل. وممكن تستبدلي هرسه الشطه بالفلفل الاحمر الحلو، هيديكي نفس اللون ونفس النتيجه. هنقلب الخلطه بتاعتنا كويس وهنركنها على جنب. وهروح على البوتاجاز عشان نشوف سليق البتنجان. هشيل الطبق اللي حطها عليه وهقلب البتنجان من تحت لفوق كده عشان البتنجان كله ياخد سوا واحد. وبالنسبه للمده اللي بياخدها البتنجان على النار عشان ياخد السيل المظبوط، لو انت هتخليه وعايز تاكلي منه على طول هتحطيه على النار وهتسيبيه يغلي. وبعد الغليان هتحسبي له 10 دقايق وهيطفي عليه وتطلعيه من الميه على طول. ولو عايز تخليه بقى وتسيبيه في التلاجة كده عندك موجود على طول، بعد الغليان هتحسبي 5 دقايق وتطفي عليه. ولو انت بقى عايز تخلي كميه من البتنجان وعايز تركنها بره التلاجة كده وتفضل عندك فتره طويله، بعد ما ترفعي البتنجان على النار هيغلي غلوه واحده بس وهيطفي عليه. وتطلعي البتنجان من ميه السليقه على طول عشان ما يكملش تسويه، وتفردي البتنجان وتسيبيه يبرد. وده بالنسبه لسليق البتنجان. ودلوقتي بعد ما سلقنا البتنجان وطفينا عليه النار، هنطلعه ونصفيه من ميه السليق. والبتنجان بتاعي انا كنت مطيباه شويه في السليق علشان استعمله على طول، علشان الكميه مش مستاهله.
وبعدين البتنجان المخلل ده بيبقى حلو وخفيف في الأكل، وصحّي أكتر عن البتنجان المقلي. بنطلّعه على طول من المَيّة علشان ما يشربش مَيّة من مَيّة السليق، وبنسيب البتنجان يبرد وبعدين بنبدأ نخلّله. ومَيّة سليق البتنجان إحنا مش بنرميها، هنركنها على جنب وهنسيبها عشان إحنا هنحتاجها في التخليل. ودلوقتي بقى هنحشي البتنجان بالخلطة الجميلة اللي إحنا جهّزناها مع بعض، وبالسكينة أو إيديكِ بقى تفتحي البتنجانة، بس مش تفتحيها للآخر، وتحطّي فيها معلقة صغيّرة كده من الخلطة اللي إحنا جهّزناها. ما تقلقيش خالص من كمية الحشو اللي بنحطه في البتنجان، يعني زي ما أنتم شايفين كده، أنا باملى البتنجان على آخرها من الخلطة اللي أنا مجهّزاها، علشان الخلطة ديّة ملحها مضبوط ومش حادقة بزيادة. هافتح كمية البتنجان اللي معايا كلّها وهاحشيها بنفس الطريقة لحد ما أخلّص، وفي علبة تلاجة أو في أي حاجة تكون موجودة عندِك، وهتبدئي ترصي فيها البتنجان اللي بتحشيه. بسم الله ما شاء الله البتنجان لونه فاتح وجميل، والبتنجان ما غمقش مني ولا اسود في السليق، وعلشان البتنجان حجمه صغير ملحم ومش مبذر خالص، وطعمه زي السكر. هخلص حشو البتنجان اللي معايا كله بنفس الطريقة، وسواء بقى كنا هنخلي البتنجان علشان نستعمله وناكل منه على طول، أو هنخليه وهنركنه ونسيبه كده فترة عندنا، هنحشيه بنفس الطريقة من الحشوة اللي احنا جهزناها ديت. الفرق بس هو إنك تقدري تحطي البتنجان المخلل اللي هتركنيه فترة طويلة عندك في برطمان، ونضيف عليه مَيّة الدقة ونقفله كويس، وتحطيه في أي مكان في المطبخ، مش هندخّله التلاجة خالص، وهيتعاملي معاه زي أي مخلل بتخلّليه وبتركنيه عندِك في المطبخ، لحد ما تحبي تطلّعي منه وتستخدميه. عايزة أقول لِك إنه هيفضل عندِك فترة طويلة، من غير ما يطرى منِّك أو يبوظ أو حتى ينعم، أو يحصل له أي حاجة، بنفس اللون والطعم والريحة. استغلي موسم البتنجان، وخلّيه واركنيه لرمضان، ولبعد رمضان كمان، تبقى مقبلات حلو أوي ولذيذ، وبيفتح النفس على الأكل، وبينحط جنب أغلبية الأكلات. بس خلّي بالِك أهم حاجة إن البتنجان اللي هتركنيه، يعني هتخلّيه وتسيبيه شوية. البتنجان ده تدّي له غلوة واحدة بس، ما تسلقوش بزيادة، ما تسيبيش في مَيّة السليق عشان يبقى فيه عضة حلوة. هاكمّل حشو البتنجان اللي معايا كلّه بنفس الطريقة لحد ما أخلّص الكمية اللي معايا كلّها. عايزة أقول لكم إن الخلطة ديّة حلوة أوي، وتقدروا تعملوها وتحتفظوا بيها في التلاجة، وتضيفوا منها معلقة على خلطة المحاشي، أو على بعض الأكلات من اللي إحنا بنحضّرها، زي البامية مثلًا، طعمها وريحتها حلوة أوي، وبتنقل خلطة المحشي أو الطبيخ في حتّة تانية خالص. وبعد ما حشيت البتنجان اللي معايا كلّه وخلّصته، كان ده شكل البتنجان. البتنجان أخد لون بنفسجي قبل ما أضيف له بقية الإضافات اللي هنحطها عليه، يعني لسه ما ضفناش عليه مية الدقة ولا عملنا أي حاجة فيه، وأخد لون بنفسجي جميل. والسر هو إضافة الليمونة اللي ضفناها على الحشوة اللي جهزناها وحشينا بيها البتنجان. ودلوقتي هنجيب مية تسليق البتنجان وهنحط شوية في الكبة مكان الخلطة اللي كنا مجهزينها. هاخد شوية مية على قد كمية البتنجان اللي معايا، يعني تقريبا كده قد كوباية مية. هفضل المية في الطبق اللي كان فيه الدقة، وزي ما انتم شايفين كده المية واخدة لون جميل، لون المية أحمر بدون إضافة بنجر أو حتى بابريكا. كل اللي ضفناه بس هو الفلفل الأحمر أو هريسة الشطة، وهو ده اللي بيدي اللون الأحمر الجميل لمية الدقة بتاعة البتنجان المسلوق المخلل، مش بينضاف عليه أكتر من كده. معايا كمان 4 ليمونات، بقية الليمون اللي كان معايا هعصر الليمون اللي معايا كله، وهستبعد قشر الليمون. مش هحط قشر الليمون في المخلل، ولا حتى ليمون صحيح، علشان الليمون بيمرر البتنجان. ولو حابة تزودي ليمون للبتنجان المخلل ممكن تزوديه عند الأكل، بلاش تضيفيه عليه خالص. يبقى احنا كده يا جماعة مش هنضيف على المخلل قشر ليمون خالص ولا ليمون صحيح. هضيف كمان ربع كوباية صغيرة خل، يعني قد كده 4 5 معالق خل، بيثبت لون البتنجان وبيخلي طعمه حلو، وكمان بيحافظ لك عليه أطول مدة ممكنة. هضيف كمان معلقة صغيرة مليانة ملح، وهظبط حرق المية، ولو احتجت ملح كمان هضيف. بعد إضافة الملح بقلبه كويس علشان يدوب، وبكده مية الدقة بقت جاهزة معانا. نقدر نحطها على البتنجان، بس أهم حاجة إن احنا بنحطها كده نحطها بالراحة عشان الحشو اللي في البتنجان ما يطلعش منه. وزي ما شفتم احنا مضفناش على البتنجان المسلوق المخلل أي توابل، يعني ضفنا كمون ولا فلفل الأسود ولا حتى كزبرة ناشفة، عشان البتنجان المخلل مش بينضاف عليه أكتر من الفلفل الأخضر أو الأحمر والثوم وهرسة الشطة والليمون والتوابل بتاعته الملح. ولو ضفنا عليه أي توابل طعمه هيتغير، وبالذات إضافة الكمون والكزبرة الناشفة هيغيروا طعمه خالص. البتنجان بتاعي كان ده شكله بعد ساعة من تخليله، أخد لون بنفسجي خفيف، يعني لو سبته وقت هيبقى أحلى من كده بكتير وهياخد لون البنفسجي اللي أنا عايزاه. بس أنا استعجلت عليه عشان أصور لكم الفيديو. عايزاكم تجربوا البتنجان المخلل المسلوق بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وإن شاء الله يطلع معاكم زي الفل وهتنبهروا بالنتيجة. ولو حابة تخليه وتحتفظي بيه ويبقى موجود عندك طول السنة، اعمليه بطريقتي وانت مطمنة. أنا بعمله كده دايما ومقدرش أستغنى عنه. تسلم إيديكي وعينيكي مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو لسه مكملة معايا وصلت معايا لحد هنا والفيديو عجبك واستفدت مني ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركي في القناة،
وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو كل حبيبك عشان الكل يستفيد. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.